من أهم التجهيزات لعيد الأضحى كل سنة وانتم طيبين هي اللحمة. فالنهاردة جاية أقولك على أفكار حلوة جدا إن شاء الله بإذن الله تنفعك. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. ولو انتي أول مرة تشوفي هبة ما تنسيش تحطي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. حاولي تنزلي بدري شوية علشان خاطر ما تضيعيش الأيام اللي جاية في اللي انت تقفي طول اليوم عند الجزار. فلو الامكانيه تسمح الايام ديت اللي انت تجيبي اللحمه وتشيليها في الفريزر يبقى اعملي كده. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اظبط ميزانيتي وانزل اشتري الحاجات اللي انا محتاجاها. ما حاولتش ان انا اجيب حاجات اضافيه، مش الجزارين مش هيقفلوا فتره طويله زي السنين اللي قبل كده. لا، دلوقتي الجزارين مجرد بس ما العيد يخلص هيبداوا اللي هم يفتحوا تاني والموضوع هيمشي طبيعي. فتعالي بقى نشوف النهارده هنعمل ايه. وطبعا حاولت على قد ما اقدر ان انا اشوف الحاجات اللي انا محتاجاها واجيبها. طبعا جبت بفتيك وجبت لحمه مفرومه وجبت كمان شاورما وجبت لحمه صحيحه علشان خاطر الفته. انتوا عارفين العيد اضحى يعني فته رز ولحمه. المهم حاولت كده على قد ما اقدر ان انا ادق البفتيك دقه بسيطه، هو ضايقهولي بس انا حبيت ان انا ازود التاتش بتاعي وادقه. هنتبله دلوقتي بتتبيله حلوه جدا، صدقيني لو عملتيه بنفس التتبيله هيطلع من ايديكي روعه. وكمان هقولك على السر اللي هيخلي الكفر بتاع البفتيك ما يقعش منك خالص، وازاي تقسمي اللحمه بتاعتك على مدار الشهر لو انت جايبه اللحمه بتاعتك بالشهر، وازاي تقسميها على الاسبوع لو انت جايباها بالاسبوع. اول حاجه قبل ما تبداي اللي انت تعملي اي حاجه سمي كده وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ربنا هيبارك في كل حاجه. لو انت جايبه اللحمه بتاعتك هتقسميها على مدار الاسبوع، ممكن تحطي في كل كيس اللي انت هتعملي مثلا طبختين في الاسبوع والطبختين دول انت هتستخدمي لهم لحمه، يبقى هتحطي في كل كيس على قد قطعه اللحمه على قد افراد الاسره اللي موجودين. وهنا هتبقي ما هدرتيش كميه كبيره من اللحمه وسلقتي اللحمه مظبوط. في ناس بتحب تسلق الكميه كلها وتشيلها في قلب التلاجة وتاخد منها عند الاستخدام، يعني لو انت هتستخدمي كيلو لحمة في الاسبوع بتسلقيه كله مع بعضه، فليكي حرية الاختيار، حابة تعملي كده او عكس كده براحتك. تعالي نتبل البفتيك. وهنا تبلت البفتيك، حطيت صويا صوص، حطيت شوية خل، شوية بهارات، شوية ملح وفلفل اسود، وكمان حطيت شوية من الزعتر. الزعتر بيكون حلو قوي مع اللحمة. وكمان زي ما قلتلك كده توم باودر وبصل باودر. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه بالطريقه ديت. وحطيت شويه بابريكا صغيرين، وهنا لقيتها تقيله معايا فحطيت شويه خل. هحط شويه سكر، والسكر هنا بيخلي البفتيك طعمه حلو جدا، مش حكايه مسكر خالص، لا بيخلي طعمه حلو. الانسجه بتاعه اللحمه بتبدا اللي هي تدوب معاكي عشان يسرع في عمليه السوا وما ياخدش وقت كتير على النار. هتبلها بقى بالشكل دوت كده. وكده انا تبلت البفتيك بتاعي. التتبيله ديت عايزه اقولك لو انت عملتي بيها البفتيك بالبيض والبقسماط هتطلع روعه. لو انت شويتيه على الجريل هتطلع حكايه. لو انت هتعملي مثلا يوم مشويات وهتشويه كده على الفحم برضو خطير. تقدري كمان تعمليه في قلب صينيه وتدخليه الفرن. التتبيله دي ماشيه معانا في كل حاجه. بعد ما خلصت الكميه كلها هحطها في قلب الكيس. وطبعا التتبيله اللي فايضه انا مش هرميها، هحطها معاها في قلب الكيس. وكده تقدري اللي انت تخرجي الكيس كده زي ما هو على طول في العيد وتنفذيه على طول. معايا كمان طبق فيه لحمه، واللحمه اللي انا بستخدمها دي لحمه موزه. طبعا تقدري تجيبي الكميه اللي انت عايزاها، كل واحد ومقدرته على حسب بقى طبعا انت هتجيبي ايه. انا هنا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب الكيسين واحط الكميه بتاعتي دي على كيسين. بس طبعا وانا بحطها بحاول ان انا لو في اي زيادات انا مش محتاجاه ببدا ان انا اتخلص منها. وتقطيع الجزار مش بيعجبني لان هو بيقطع القطعه كبيره شويه، فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا اوسطن كده القطعه ويبقى كل الكميه قد بعضيها. طبعا اللحمه دي بتاعت الشوربه، يعني هتطلعي منها تسلقي على طول. حابه تسلقي الكميه كلها وتشيليها في الفريزر مسلوقه، بس انا مش برشح الموضوع ده، لكن اعرف ناس كتير بتعمل كده وتشيلها في الفريزر مسلوقه
وتطلع على طول عند الاستخدام. ده طبعا للناس الموظفين او اللي بيرجعوا متأخر فما عندهمش وقت. فلو انت حابة تعملي كده براحتك، طبعا تقدري تنفذي اللي انا بقولك عليه دوت على مدار الشهر او في العيد. يعني مش شرط علشان خاطر يبقى داخل علينا عيد نظبط الميزانية بتاعتنا، لا خالص. انا كده عملت 3 اكلات، اول اكلة اللي هي البفتيك، وتاني وتالت اكلة اللحمة المسلوقة. معايا بقى هنا معايا هنا بقى كبدة، نص كيلو من الكبدة، حطيت عليه حوالي كده نص راس توم، والثوم اللي انا بستخدمه توم مفروم. نزلت عليه بشوية فلفل اسود وشوية كمون طبعا. وهنا هحط شوية كاري، بس شوية صغيرين مش عايزة كتير. شوية بابريكا، والكزبره بقى اهم حاجه في الموضوع، كزبره. عايزه اقولك تقدري تستبعدي الكاري، وتقدري تستبعدي كمان البابريكا. عايزه اقولك الكبده لما بتتعامل بالكزبره بيبقى طعمها خطير. ما تنسيش كمان شويه صغيرين من الكمون. عصره ليمونه بقى حلوه كده كبيره علشان خاطر تعلي التست معانا. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. والكبده دي كبده عصافيري، اللي هي يعتبر بتتشوح على النار زي الكبده الاسكندراني كده. لو انتي هتعملي كبده شرايح برضو بتتعمل بنفس الطريقه. ما تنسيش تحطي من معلقه لمعلقتين خل عشان خاطر تقلبي كله مع بعضه بالطريقه دي كده. وكده بقت معايا الكبده جاهزه. عايزه اقولك اللي هو الجزار حاطط لي حوالي 50 جرام من القلوب على كميه الكبده. الكبده دي وزنها نص كيلو. خلاص كده بقت معايا تمام. هبدأ بقى اللي انا احطها في اكياس. لو عندك اطباق تقدري تحطيهم في قلب اطباق، اللي هي الاطباق الفل. وكده بقى معايا رابع اكلة. لو عندك عدد الافراد قليلين ممكن تقسمي الكيس دوت على مرتين، هيبقى حلو قوي معاكي برضو. يعني لو انتي مثلا وجوزك وطفل صغير تقسمي الكيس على مرتين. معايا بقى هنا لحمة مفرومة، واللحمة المفرومة ده نص كيلو وده نص كيلو. تعالى اقولك هنعمل بيه ايه. كمان عايزه اقولك اللي انا بجهز لك لفيديو حلو قوي للحمه المفرومه، اللي انت تقدري تعملي منها اشكال كتير واصناف اكتر ان شاء الله باذن الله. هينزل لك بكره. وازاي نضاعف كميه اللحمه المفرومه من غير ما نحط عليها اي اضافات، ونعمل لحمه معصجه تقضينا ال4 ايام بتوع العيد، وتقضينا كمان يعني ممكن نقول اسبوع مش 4 ايام بس. وتقدري كمان لو مش هتستخدميها يوميا ممكن تقعد معاكي على مدار الشهر. فان شاء الله باذن الله ده هينزل لكم بكره. انا هنا معايا حوالي 3 حبايات كده من البصل، قشرتهم وضربتهم في قلب الكبه. انا عايزه البصل بتاعي يكون ناعم خالص. من وقت للتاني هشيك عليه واروح ضرباه ومكمله ضرب عليه. بعد كده بقى هجيب نص كيلو من اللحمه وابدا اللي انا اضرب كله مع بعضه بالشكل دوت كده. هحط ملح، وهحط فلفل اسود، وهحط شويه كمون صغيرين كده على طرف المعلقه. وطبعا حطيت هنا شويه بابريكا برضو. جنزبيل وقرفة بقى هيعلوا التست معاكي قوي. على حرف المعلقة كده، المعلقة الصغيرة، شوية قرفة وشوية جنزبيل. وكده بقت معايا لحمة اقدر اللي انا اعمل منها شوية حواوشي خطير. بس طبعا في اضافات تانية هحطها عليها لما اجي اعمل الحواوشي. وهي عبارة عن الاضافات؟ عبارة عن اللي انا هحط عليها طماطمية متقطعة صغيرة، معلقة كبيرة من الطحينة، فلفل رومي او فلفل حراق اللي انت تحبيه. وبقى كده معايا خلطة الحواوشي الجبارة، طعمها بيكون حلو قوي وجربيها. طبعا اللحمة المفرومة دي فيها نسبة من الدهون. انا هنا حطيت بصلتين في قلب الكبة وضربتهم مع بعض كويس جدا. وبعد ما ضربتهم نزلت بنص كيلو اللحمة. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، وحطيت شوية من بهارات اللحمة. طبعا على الحواوشي برضو حاطين بهارات لحمة. حطيت بقى هنا حطيت كمان شوية من الحبهان اللي هو المطحون. انا طحنة كده في العلبة الصغيرة دي حبهان وورق لورا الاتنين مع بعض فنعم معايا. حطيت حوالي كده نص معلقة صغيرة وضربتهم مع بعض كويس جدا. في الوقت دوت هحضر بقى معايا الاطباق ديت، عشان الاطباق دي اللي انا هعمل عليها الكفتة.
طبعا مستحب اللي انت تعملي الكفتة وتشيليها في قلب الفريزر، بس مش في كيس، تشيليها على طبق بالطريقة اللي انا هوريها لك دلوقتي. اي حاجة رفيعة عندك، عصاية الشيش تاوك بتبقى رفيعة قوي، فنقدر اللي احنا ناخد 3 4 على ايدينا ونعمل بيها. ولو ما فيش نقدر اللي احنا ناخد اي معلقة خشب موجودة عندنا، او اي حاجة زي الشكل دوت كده تكون مدورة، ونبدأ اللي احنا نصبع عليها الكفتة. الكفتة دي بقى طبعا احنا ما صفيناش المية بتاعت البصلة، لان احنا ما ضربناهاش كتير، والبصل الاحمر ما بيبقاش فيه ميه كتير. فالكفته دي تقدري اللي انت تشويها في قلب الفرن في صينيه، تقدري اللي انت تحطيها على الشوايه في الفحم براحتك خالص. تقدري كمان اللي انت تضاعفي الكميه وتعملي منها كفتة برغل، تكوني مجهزة معاكي حوالي كوباية، من كوباية لكوباية ونص من البرغل المغسول المتصفي كويس جدا، وتحطيهم عليها. هتضاعفي الكمية، بدل ما نص كيلو يطلع الكمية دي، لا نص كيلو هيضاعف الكمية وهتطلعي كمية اكبر، والطعم هيكون حلو قوي. كده يعتبر انا صبعت كمية الكفتة. هشيل بقى الكلام ده كله في الفريزر، وطبعا ده هيريحك على مدار ايام العيد. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. احتفظي بيهم في الفريزر وطلعي عند الاستخدام على طول. اللحمة هتتسلق، الحوشي معمول، مجرد اللي انت تحطي عليه شوية الخضروات اللي قلتلك عليهم. هتحطيه في العيش، ممكن تعمليه كمان بالعجين حوشي اسكندراني، براحتك خالص. كده عملت الكبدة وعملت الكفتة وعملت حواوشي وعملت كمان البفتيك ولحمة الشوربة. وكده اقدر اقول لكم استنوا بقى بكرة ان شاء الله وبإذن الله فيديو حلو قوي هيعجبكم عن تعصيج اللحمة المفرومة. ازاي من نص كيلو بس نطلع 6 اطباق من اللحمة المفرومة يقضوا معانا طول الشهر. هنعمل منهم رقاق وهنعمل جلاش وهنظبط الدنيا على الاخر. وكمان هعمل معاكم من كيلو لحمة مفرومة بس هنعمل 4 أصناف من الكفتة. كفتة، وهنعمل بفتيك كداب، وهنعمل شاورما، وهنظبط كل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. استنوا الفيديوهات اللي جاية هتعجبكم جدا ان شاء الله. طبعا الفيديوهات دي كلها انا بعتمد على الله ثم عليكم اللي انتوا تحطوا اللايك بتاعكم، لان اللايك بيفرق معايا جدا، والكومنت حتى لو بحرف صغير او بقلب كده. هستنى الكومنت بتاعك، وسلام عليكم.